قلق وحذر وخوف قبل أفريقيا بالمغرب. 2-1 يفوز منتخب مصر على نيجيريا. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. زي ما عودتكم في كل فيديو اللي احنا بننوه وبنقول اللي احنا بنحلل الأسباب والعوامل النفسية اللي بتأثر على نتيجة المباريات، وكمان بنحلل الأسباب والعوامل اللي بتأثر على أداء اللاعب داخل الملعب. في مباراة منتخب مصر ونيجيريا النهارده، لك أن تتخيل حتى الدقيقة 25 منتخب مصر ما نزلش الملعب. حتى الدقيقة 25 ما مسكناش كورة في ملعبنا. لغاية الدقيقة 25 منتخب نيجيريا ضاغط عليك بطول الملعب وما خلاكش تعمل باصتين على بعض. جت الدقيقة 27 تمريرة من محمد هاني لزيزو على الناحية اليمين، يعرضها يخش محمود صابر جون جميل جدا جدا جدا. طيب، ما انت بتعرف تستلم وتسلم وبتعمل عرضيات وبتجيب جوان عالمية، امال بقالك 25 دقيقة بتعمل ايه؟ مش عارف. منتخب مصر بعد الجون مسك كورة وشكله في الملعب كان افضل من ال 25 دقيقة الاولانيين، وكلنا فكرنا ان الشوط الاول هينتهي 1-0. كرة فاول من على حدود ال 18 ضعيفة جدا على شمال الشناوي، بتضرب في ايده وبتضرب في القايم وتروح على القايم الثاني. احمد فتوح بيدور عليها، دخل لاعب نيجيريا حطها بدماغه جوه. ودي تقريبا كانت احداث الشوط الاول. نزلنا الشوط الثاني واحنا عندنا ثقة وافضل من الشوط الاول. جبنا جون في الدقيقة 52. بصراحة زيزو في الماتش ده كان كويس جدا، دخل ال 18 سابها لمصطفى. مصطفى شاطها جول. طيب، حسام حسن بدأ يغير تغييرات كتيرة بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني، وتقريبا طلع معظم اللعيبة اللي لعبت الشوط الأول. احنا الشوط الثاني كان شكلنا كويس وكان عندنا ثقة بنفسنا، بالرغم ان معظم اللي في الملعب كانوا فرقة احتياطي، ما كانوش هم العناصر الأساسية. طب ليه كان عندهم ثقة بنفسهم أكتر من اللعيبة اللي في الشوط الأول؟ طبيعي يا جماعة، الاحتياطي عاوز يثبت نفسه وعاوز يثبت ذاته وعاوز ياخد مكان في وسط المنتخب، فبيبذل مجهود أكتر من اللعيب الأساسي. دي تقريبا كانت احداث الشوط الاول والشوط الثاني. لما نيجي نقول في ايجابيات وسلبيات في المباراه، هنيجي نقول الايجابيات اللي احنا النهارده فزنا 2-1 على منتخب كبير زي منتخب نيجيريا. عوده امام عاشور، اكتشاف محمود صابر في الماتش دوت. زيزو ولا اجمل ولا اروع من كده. احتكينا بفرقه كبيره برضه هتدينا ثقه واحنا رايحين افريقيا. دي كانت ايجابيات ماتش النهارده. سلبيات الماتش يا جماعه، اللي احنا لغايه دلوقتي بنخاف من مقابله الفرق الكبيره ومن اسمها، اللي بنفضلوا حوالي 20 25 دقيقه زي النهارده خايفين وتايهين في الملعب، وما بيبقاش لنا ولا شكل ولا لون في الملعب. لغايه ما بنفتكر ان احنا لعيبه كوره بيبدا لعبنا يبان. كمان عدم تركيز محمد الشناوي، ودي بقت ظاهره. محمد الشناوي دايما بيفقد تركيزه في اوقات كتير من المباريات وبيكلفنا اهداف وممكن يكلفنا مباراه كامله. واحنا بصراحه يا شناوي ما احناش ناقصين في افريقيا، كفايه علينا بطوله العرب اللي احنا طلعنا منها. كمان يا جماعه، حسام حسن طوال ال 90 دقيقه عصبي وقلقان بره، ونقل عصبيته على اللعيبه بقت بتلعب وهي قلقانه وخايفه. يا حسام، بص لطرب مدرب الاهلي اخر 3 او 4 ماتشات ازاي كان هادي قوي على الخط، ونقل هدوءه واستقراره للاعيبه الاهلي، اللي عمل شخصيه كبيره جدا للاعيبه الاهلي في الماتشات الاخيره. لو سمحت اهدى وخليك هادي كده، وخلي عندك ثقه في نفسك وثقه في لاعيبتك، عشان كل ده
يتنقل للاعيبتك فيظهر عليها في الملعب. زي ما عودتكم آخر كل مباراة اللي إحنا بنقيم أداء اللاعبين. محمد الشناوي 4، فتوح 3، ياسر إبراهيم 5، حسام عبد المجيد 4، محمد هاني 5، مروان عطية 6، حمدي فتحي 6، محمود صابر 7، زيزو 8، إمام عاشور 7، مصطفى محمد 5، أسامة فيصل 4، شوبير 5، صلاح محسن 2، محمد حمدي 3، مهند لاشين 2، مصطفى فتحي 1. وفي النهاية بشكركم على حسن الاستماع. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.